كان ممكن يعدي اليوم عادي زي أي يوم، يشوف الناس، يضحك للزباين، ويسوق شحنته اللي متعود عليها من سنين. لكن ما كانش يعرف إن ده هيكون آخر يوم في حياته، وإنه هيدخل التاريخ مش بس بسواقته، بشهامته. الساعة كانت حوالي 8 الصبح في محطة وقود بالعاشر من رمضان. خالد عبد العال سواق شحنة بنزين كان بيحمل الوقود كالعادة، وفجأة الشحنتة اشتعلت نار. الخزان سخن والنار ولعت والدخان غطى المكان. الناس بتجري وخالد واقف. كان قدامه اختيارين: يهرب وينجو بنفسه، ولا يتحرك وينقذ اللي حواليه. خالد اختار الأصعب، ركب الشحنتة وهي مولعة نار، وأدها بسرعة بعيد عن المحطة، بعيد عن البيوت، بعيد عن الناس. النار كانت بتاكل جسمه، بس إيده ما سابتش الدركسيون. ساق وهو بيتحرق، بس أنقذ المدينة. ولما وصل الشحنتة لمنطقة آمنة وقع، وجسمه كله حروق. نقلوه المستشفى، حاولوا ينقذوه، لكن الإصابة كانت قاتلة. ومات خالد، وماتت معاه فرحته اللي كانت جاية. كان فاضل كام يوم على فرح ابنه، بس هو اختار يفرح مدينة بدل ما يفرح نفسه. الدولة كرمته، الناس بكته، وسموه شهيد الشهامة. في زمن السرعة والمصالح ظهر راجل بسيط سواق شحنة، علمنا إن الرجولة مش بالشكل، الرجولة بموقف. وإنت يا خالد كنت الراجل وقت الرجالة. الحكاية إيه؟ الحكاية إن في بطل حقيقي ما كانش قدامه كاميرا، بس ساب بصمة عمرها ما هتتمسح.